Hello my students, my name is Dr. Marwa Sawi and my channel is Dr. Marwa Sawi from Chemistry and Science, and I graduated from Faculty of Science till I have a PhD degree in Biochemistry. We will study now science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry. Thank you for watching, and now we will talk about my channel دكتور مروة الصاوي from Chemistry and Science. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أنا دكتورة مروة الصاوي، درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية ومدرس الكيمستري والساينس ابتدائي واعدادي وثانوي لغات. هتلاقوا عندكم في الديسكريبشن بوكس لينك صفحتنا على الفيسبوك. هتلاقوا في قناتنا على اليوتيوب فيديوهات شرح على كل أجزاء المنهج بأعلى جودة في كل المواد، وهتلاقوا تمارين إن شاء الله على كل درس ووحدة، وهتلاقوا جدول مذاكرة أسبوعية وجروب إشعارات في كل الجروبات بتاعتنا. هتلاقوا امتحانات شهرية والحل الخاص بيها. هتلاقوا فيديوهات مراجعة شاملة على المنهج، وعندكم لينك الانستجرام، ما تنسوش تشتركوا على الانستجرام، تعملوا فولو. قناة التليجرام كمان يا ولاد، وجروب الفيسبوك الخاص بالطلبة، ولينك الاكونت الشخصي الخاص بينا هتلاقوه موجود عندكم، والواتساب لو حد عنده اي سؤال. وللتواصل يا ولاد يا اما بالفون يا اما بالايميل. نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما متفوقين، مش بس ناجحين، لان الساينس والكيمستري زي ما احنا عارفين هم اساس كليات القمة، الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم. فإن شاء الله نفيدكم. تابعوا معانا قناتنا، ويلا بينا نبدأ الليسون بتاعنا. Now we will talk about the nervous system. Senses work together with the nervous system to gather information from the environment. يعني الحواس يا ولاد، احنا عندنا الحواس الخمسة: السايت والهيرنج والتاتش والسميل والتيست. 5 senses work together with the nervous system to gather information from the environment. يعني بتعمل مع النيرفس سيستم، يبقى ال5 senses مع النيرفس سيستم عشان تجمع لي معلومات من البيئة. طيب mammals الثدييات such as humans, elephants, dogs have the same structure of nervous system. mammals يعني الثدييات يا ولاد. الثدييات زي مين؟ زي الهيومنز والإليفانتس الأفيال والدوجز الكلاب. have the same structure of nervous system يعني ليها نفس تركيب النيرفس سيستم. يبقى تركيب النيرفس سيستم عند كل الماملز متشابهة يا ولاد، عندهم نفس الاستراكشر. ايه هو بقى الاستراكشر ده؟ الاستراكشر بتاع النيرفس سيستم consists of the brain, the spinal cord and nerves. يبقى المخ والحبل الشوكي ونيرفس الأعصاب. طيب هندرس واحدة واحدة كده مع بعض عشان نفهم كل واحدة يعني بيكون مكانها فين في our body والفانكشن بتاعتها ايه، وظيفتها بالنسبة لي بتكون ايه يا ولاد. طيب the brain it is connected to the spinal cord. زي ما احنا شايفين هنا في الصورة يا ولاد، البيكتشر دي بتقول لي ان البرين هنا وده السباينال كورد يا ولاد اهو. السباينال كورد connected with the brain، يبقى السباينال كورد connected with the brain. يبقى the brain it is connected to the spinal cord، متصل بالحبل الشوكي. طيب الفانكشن بتاعته ايه بقى؟ it is the main control center in the body. يعني ايه؟ يعني هو مركز التحكم الرئيسي في جسمنا يا ولاد. تمام كده؟ يبقى ممكن يجيلي write the scientific term the main control center in the body، اقول له ايه؟ the brain. برافو عليكم، the brain. طيب نيجي لتاني حاجة، السباينال كورد. السباينال كورد زي ما احنا شايفين كده يا ولاد،
ده السباينال كورد بيبقى big nerve يعني عصب كبير. runs through the backbone يعني بيمشي في الباك بون اللي هو العمود الفقري يا ولاد، بيبقى على طول العمود الفقري. طيب شايفين المتفرع منه ده عمال يتفرع منه حاجات، الحاجات دي اسمها ايه بقى؟ اسمها nervous. يبقى it is branched into smaller nerves يعني هو بيتفرع إلى أعصاب صغيرة، بيتفرع يبقى هو big nerve أصلا وبيتفرع إلى فروع صغيرة smaller nerves. تمام كده يا ولاد؟ طيب its function الفايدة بتاعته ايه بقى يا ولاد؟ carry messages from the brain to the body parts and vice versa. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي بتحمل السباينال كورد ده بيحمل الرسائل والإشارات من البرين من المخ إلى أجزاء الجسم and vice versa يعني والعكس صحيح. يعني هكتب لكم حرف البي كده، ده اختصار كلمة برين. يبقى البرين يا ولاد بيكاري المسجز عن طريق مين؟ عن طريق السباينال كورد. يبقى السباينال كورد فايدته ايه؟ بيكاري مسج يعني بيحمل الرسائل والاشارات من البرين تو body parts. كلمة body parts هختصرها انا بالبي parts body parts. تمام؟ يبقى من البرين الى البادي بارتس and vice versa يعني والعكس صحيح. اعمل السهم كده، ده كده اسمه reversible arrow. reversible arrow يعني سهم عكسي. يبقى السباينال كورد carry messages from the brain to the body parts and vice versa. يعني ايه vice versa؟ يعني والعكس صحيح. ناخد بقى النيرفس يا ولاد، ده ثالث جزء. يبقى احنا قلنا البرين، السباينال كورد، النيرفس. خليك معايا كده ما تتوهش والراحه مع بعض ونفهم كل حاجه. النيرفس are distributed throughout the body. يعني ايه distributed throughout the body؟ يعني بتتوزع في كل الجسم. كلمه distribute يعني تتوزع يا ولاد، تتوزع فين؟ في كل أجزاء الجسم. يبقى nerves اللي هي الأعصاب. لو نيجي نشوف كده في الرسمة بقى يا ولاد، خليك معايا أهو. إحنا قلنا السباينال كورد بيطلع منه branches smaller nerves. يبقى branches إيه؟ into smaller nerves. طيب النيرفز بقى نفسها بصوا ماشية في كل أجزاء الجسم. أدي أهو نيرفس بتتوزع في كل أجزاء الجسم أهي. بص نيرف ودي نيرف أهو، دي نيرف، كل دي نيرفس أهي، كل دي نيرفس أهي يا ولاد. يبقى nerves are distributed throughout the body and connect the sense organs and the body parts with the brain. يعني ايه؟ يعني بيربط connect يعني بيوصل او بيربط السنس اورجانز. قلنا السنس اورجانز زي مين؟ الايز، النوز، الايرز، السكن. تمام يا ولاد؟ and the body parts with the brain. يبقى بيربط السنس اورجان والبادي بارتس بالبرين. يعني كل أعضاء الجسم مع كل أجزاء الجسم بيربطهم بالبرين. دي مهمة مين؟ مهمة النيرفز. تعالوا نشرحها بطريقة سهلة خالص. نفترض إن إحنا عندنا شركة، ماشي يا ولاد؟ طيب الشركة دي بيبقى فيها مدير، صح؟ المدير ده بيبقى هو المتحكم الرئيسي في الشركة. هنعتبر ان البرين ده هو المدير يا ولاد. هو ايه؟ المدير. يبقى البرين هو المدير. تمام؟ طيب المدير ده مش بيبقى عنده سكرتير؟ لازم يبقى عنده سكرتير. طب السكرتير ده فايدته ايه؟ يبقى ده السباينال كورد هو السكرتير. ليه؟ بيحمل المسجات، يعني كاري مسجز، الاشارات بيحملها من المدير ويوديها لكل أعضاء الشركة،
صح؟ يبقى بيوديها برضو لكل أجزاء الجسم. ده بقى فايدة مين؟ السباينال كورد. طيب المدير والسكرتير اللي موجودين في الشركة مش لازم يكون في الشركة دي موظفين؟ لازم. طيب مين الموظفين بقى يا ولاد؟ النيرفز دول اللي هم الموظفين. طيب النيرفز اللي هي الأعصاب دي تعتبر عندي موظفين الشركة. يبقى أنا عندي مدير للشركة، ده يعتبر المتحكم الرئيسي في الشركة. طيب يوصل المسجز مع مين؟ يوصلها مع السباينال كورد. هيوصلها لمين؟ للبادي بارتس، لكل أجزاء الجسم. ماشي؟ وبرضو نفس السكرتير ده هيوصل من أعضاء الجسم، هيوصلها لمين؟ هيوصلها لمين؟ للمدير. طيب الموظفين بقى يا ولاد، الموظفين دول بيكونوا منتشرين في الشركة كلها، زي النيرفز بتبقى منتشرة في البادي بارتس كله. طيب فايدتها ايه يا ولاد؟ بتوصل المسجز، برضو بتوصل المسجز. تمام اهي carry messages from the brain، بتوصل الاشارات من البرين للسباينال كورد and the other parts of the body. يبقى بتوصلها لمين يا ولاد؟ بتوصلها لكل اجزاء الجسم وللسباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي and vice versa، يعني والعكس صحيح. يعني يا ولاد الموظفين دول بيحملوا الاشارات من المدير يودوها للسكرتير، ومن السكرتير يودوها لكل اجزاء الجسم. يبقى كده انا عندي الشركة اكتملت. تمام كده؟ طيب نختصرها برضو كده في صورة معادلة كده عشان نفتكرها. يبقى البرين يا ولاد carry، يبقى النيرفز carry messages from the brain to السباينال كورد and body parts. يبقى السباينال كورد and body parts. تمام؟ ادي الاس سي دي يعني اختصار السباينال كورد، body parts اختصارها بي. خلاص؟ and vice versa يبقى ايه؟ يبقى العكس صحيح. ونرجع تاني، يبقى برضو من اعضاء الجسم ومن السباينال كورد تو ايه؟ تو البرين. ممتازين يا ولاد. وهنا قلنا المعادلة بتاعت دي ان البرين برضو يعني السباينال كورد carry messages from the brain to ايه؟ to body parts and vice versa. خلاص سهلة كده؟ طيب some nerves are connected directly to the brain، يعني بعض الأعصاب بتتصل مباشرة بالبرين، بالمخ. such as مين؟ the nerves of eyes، يعني الأعصاب العين. أعصاب العين يا ولاد مش بتحتاج السباينال كورد، هي بتحتاج بس النيرفز، بس ان هي توصل للبرين. تمام؟ يبقى some nerves are connected directly to the brain such as مين؟ the nerves of eyes، يعني أعصاب العين. طيب نقرا مع بعض الكلمات. كلمات سهلة وبسيطة خالص، بس احنا نركز يا ولاد. خليكوا معايا وما تتوهوش مني، خليكوا معايا، الموضوع سهل وبسيط خالص. طيب nervous system يعني الجهاز العصبي، جزر يعني يجمع، ثدييات يعني ممل، spinal cord يعني الحبل الشوكي، nervous أعصاب، backbone العمود الفقري، distribute يوزع، vice versa يعني العكس صحيح. تمام كده يا ولاد؟ يلا بينا على النوتس. طيب the nerves transmit information from the sensory organs to the brain، يعني ايه؟ يعني الأعصاب بتنقل المعلومات from the sensory organs زي ما قلنا يا ولاد من أعضاء الحس بتاعتنا إلى المخ. يبقى من أعضاء الحس للمخ. مين اللي مسؤول عن كده؟ النيرفز الأعصاب هي اللي مسؤولة عن إن هي تحمل الإشارات والمعلومات من السنسوري أورجانز
لمين؟ للبرين. The 5 sensory organs يعني أعضاء الحس الخمسة اللي احنا عارفينهم eyes ونوز وسكن وears، تمام؟ contain a special type of nerves، بتحتوي على أنواع معينة أو نوع معين من الأعصاب. اسمه إيه يا ولاد؟ known as إيه؟ اسمه إيه؟ sensory receptors. اسمها إيه؟ sensory receptors. sensory receptors. What is the meaning of sensory receptors؟ هتجيلي في صورة write the scientific term or definition or complete. طيب they are nerves يعني هي أعصاب found in different parts of the body، بنلاقيها في أجزاء مختلفة من الجسم that are responsible for receiving information. يعني إيه؟ from the environment. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي الأعصاب التي توجد في أجزاء مختلفة من الجسم اللي مسؤولة عن استقبال المعلومات. receiving information يعني استقبال المعلومات. طب المعلومات دي بستقبلها منين يا ولاد؟ من الانفايرومنت. بستقبلها من الانفايرومنت. تمام كده؟ طيب how does the nervous system work if you smell pizza؟ لما بنلاقي بيتزا قدامنا ونشم ريحتها يا ولاد، ازاي النيرفس سيستم بتاعي بيشتغل مع السنس اورجان؟ بص the sense organ nose، يبقى انا بشم الاول بالنوز. receives the information from the environment which is the pizza's odor. يعني ايه pizza's odor؟ يعني رائحة البيتزا. يبقى انا السنس اورجان بتاعي اللي هو النوز بيستقبل المعلومات من البيئة عن طريق رائحة ايه؟ البيتزا. طيب then the sensory receptors of smell. السنسوري ريسبتورز قلنا يعني مستقبلات الحسية. المستقبلات الحسية دي بتاعة السميل، بتاعة حاسة الشم، بتبقى موجودة فين؟ that are found in the back of your nose، يعني في آخر النوز بتاعتي. send specific بترسل specific signals along the nerves to your brain، يعني بترسل إشارات خاصة إلى الأعصاب النيرفس الموجودة فين يا ولاد؟ في البرين، إلى النيرفس اللي موجودة في البرين. طيب once the information، خليك معايا وركز، أنا هشرحها لك هنا على الرسمة دلوقتي هتبقى سهلة وبسيطة خالص. once the information about the smell reaches your brain. يعني إيه reaches your brain؟ يعني بتوصل للمخ. يبقى حاسة الشم بتطلع لي معلومات بتوصل لمين؟ للمخ. the brain processes، بياخدها المخ يعمل بيها ايه؟ بيترجمها. يبقى كلمة process دي يعني ايه؟ يعني يترجم. process يعني يترجم، زي translate. ممكن تكتبها translate او تقولها translate عادي. يبقى translate بتترجم المعلومات دي وتترجمها على ان هي نوع من الطعام ولازم اكله. خلاص؟ طيب نشرحها لكم هنا على الرسمه بقى بطريقه مبسطه وسهله خالص. ركزوا معايا يا اولاد، ما تروحوش بعيد، خليكم معايا. يبقى هنا انا عندي ده اسمه ايه؟ النوز. ده اسمه ايه؟ النوز. السنسوري ريسبتورز بتاعه النوز بتبقى موجوده فوق النوز. in the back يعني في اخر النوز او في ظهر النوز. يبقى in the back of the nose. يبقى انا عندي النوز اهي يا ولاد. خلاص السنسوري ريسبتورز بتاعتها هي اللي فوق دي، هي اللي فوق in the back of the nose. خلاص في اخر النوز او في ظهر النوز. طيب هتوصل لي الانفورميشن او المسجز او السيجنال لمين؟ للبرين. فين البرين ده يا مس؟ اهو البرين اهو. يبقى هتوصل المعلومات send specific signals to the brain. خلاص. طب البرين ده موجود فيه ايه؟ موجود فيه نيرفس. يبقى هو بيوصلها عن طريق النيرفس على طول، مش بيحتاج السباينال كورد، هو بينقلها على طول على النيرفس.
على النيرفس تروح لمين؟ للبرين. خلاص. طب البرين هياخد الانفورميشن والسيجنالز دي يعمل بيها ايه؟ هيترجمها على ان هي الطعام اللي انا المفروض اكله بالماي ماوث. صح كده يا ولاد؟ طيب فهمناها، يبقى موضوع سهل خالص. يبقى الموضوع هيبدأ بالسنس اورجان اللي هو النوز. هقول receive information from the environment، بياخد الانفورميشن من الانفايرومنت، من البيتزا odor يعني من رائحة البيتزا، وبعدين يوديها فين؟ على السنسوري ريسبتورز اللي موجودة في الباك of your nose، وبعدين يعمل سند للسيجنال لمين؟ للبرين، وبعدين البرين هيترجم السيجنالز دي على ان هو الطعام اللي انا المفروض اكله بماي ماوث، فيبدأ ماي ماوث يتحرك علشان ياكل. بس كده، هو ده الموضوع ببساطة خالص. خلاص يا ولاد؟ الموضوع ده بقى هو كاتبهولي تحت هنا يا ولاد في التشيك، يعني مبسطهولي خالص في صورة الرسمة دي اهي. شايفين الرسمة دي يا ولاد اهي؟ هو مبسطها لي خالص. الكلام اللي انا قلته ده هو برضو عايده هنا بس بصورة مبسطة خالص. يعني ايه بقى؟ هنا النوز اللي هو السنس اورجان، قلنا بيعمل ايه؟ receive information، بيستقبل معلومات. هياخد المعلومات يوديها فين؟ هيوديها through transfer يعني بينقلها عن طريق النيرفس. عن طريق ايه؟ النيرفس. طب النيرفس هتعمل بيها ايه؟ هتاخدها وتعمل لها ترانسفير. هتنقلها لفين؟ هتنقلها للبرين. يبقى send specific signals to brain. طب البرين هياخدها يعمل بيها ايه؟ هيترجمها لإيه يا ولاد؟ في صورة التايب اوف فود، ان ده نوع الطعام اللي انا المفروض اكله. خلاص كده؟ ده المثال ده الصورة دي مبسطة وسهلة خالص. تعالوا بقى نحل التشيك ده مع بعض. طيب خليكم معايا يا ولاد، ركزوا. The nose contains يعني النوز بتاعتي بتحتوي على نقط that receive the odor of the food. هو ايه اللي بيستقبل ريحة البيتزا يا ولاد؟ السنسوري ريسبتورز. برافو. يبقى السنسوري ريسبتور. انا هختصرها كده يا ولاد وانتوا اكتبوها عندكم sensory receptors. خلاص. the odor transfers to the brain through يعني الريحة هتوصل للبرين عن طريق مين يا ولاد؟ عن طريق مين يا ولاد؟ عن طريق النيرفس. المفروض عن طريق النيرفس. طيب البرين بقى، the brain هتعمل ايه يا ولاد؟ هتترجم المخ بقى، هيترجم الانفورميشن. يبقى هقول له كلمة ايه؟ بروسيس. كلمة ايه؟ بروسيس يا ولاد. قلنا اللي بديلة ليها اسمها ترانزليت. يبقى هنا processes. يبقى processes this information and determine the type of food. خلاص يا ولاد؟ طيب ترسل. تعالوا نقرا بقى الكلمات مع بعض. transmit يعني ترسل. odor يعني رائحة. odor يعني رائحة. sensory receptors يعني مستقبلات حسية. طيب signals يعني إشارات. وبكده يا ولاد يكون درس النهاردة خلص، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير في فيديو جديد هنشرح فيه الجامبنج جيربوا يعني حيوان اليربوع. خلاص يا ولاد، نذاكر ونركز
وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الستودنتس عشان يستفيدوا ويذاكروا كويس معانا يا ولاد. يلا إلى اللقاء في الفيديو القادم وباي باي.